السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعطيكم فيديو جديد. لا تنسوا الصلاة على النبي أولا، ويلا نبدأ بقصيدة الأصمعي. صوت ضفير البلبل هيج قلبي الثمل، الماء والزيت معا مع دهر لحم المقلي. وأنت يا سيد لي وسيدي ومولي، فكم تيمني مزين عقيقلي. خطفته من وجنة من لحم ورد الفجر، فقال لا 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 لا، وقد غدا مهرولي. والقود ما اضطرب من فعل هذا الرجل، هو الولد ولي ولي يا ويلي. فقلت لا تولولي وبيني اللؤلؤ لي. قالت له حين سبى إنها وجد بالنقل، وفتية سقونني قهوة كالعسل لي. شربتها بأنفي أسكى من القول، في وسط بستان حلي بالزهر والسرور لي. والعود دندن دنا لي، والطبل طب 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 لي، طب 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 لي. والسقف سق 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 لي، والرقص خطاب لي. شوا شوا وشاهش على ورقص فرجلي، وغرد القمر يصيح ملل في ملل. ولو تراني راكبا على حمار أهزلي، يمشي على ثلاثة كمشية العرنجلي. والناس ترجم جملي في السوق بالقلقلل، والكل كعكعك خلفي ومن حويللي. لكن مشيت هاربا من خشية العقنقل، إلى لقاء ملك معظم مبجل، يأمر لي بخلعة حمراء كالدمدمل. أجر فيها ماشيا بغتل الديل، أنا الأديب الألمعي من حي أرض الموصل. نظمت قطع زخرفت يعجز عنها الأدبل، أقول في مطلعها صوت صفير البلبل. اللي بيعرف قصة هاي القصيدة يكتبها بالتعليقات، ولا تنسوا اللايك والاشتراك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.